3 غلطات بيحصلوا في التأهيل بعد الإصابة هقولهم لك في الفيديو ده عشان تخلي بالك منهم وانت بتأهل بعد كده. أول حاجة إن أول ما الألم يروح ترجع للرياضة بتاعتك عادي أو الجيم من غير ما الدكتور بتاعك يقول لك، وهنا بتيجي المشكلة لأنك لسه في مدى حركي محتاج ترجعه للطبيعي ولسه في عضلات محتاج تقويها أكتر عشان تقدر ترجع الجيم مستريح، فإنك ترجع للجيم أو للرياضة من غير ما الدكتور يقول لك دي غلطة كبيرة قوي. تاني حاجة إنك تبقى بتشتغل على مشكلتك بالمانيوال ثيرابي وبالأجهزة بس، ما بتعملش أي تمارين تقويات للمنطقة اللي فيها الإصابة. تالت حاجة والأخيرة إنك بقيت قوي، المدى الحركي تمام، مفيش ألم، بس رجعت لرياضتك بسرعة وما خدتش احتياطاتك قبل ما ترجع. في رياضات عنيفة قوي وفيها التحام زي إنك تبقى بتلعب بوكسنج أو كيك بوكسنج، زي إنك تبقى بتلعب كورة، زي إنك تبقى بتلعب رياضة جماعية ممكن حد فيها يخبطك أو يوقعك أو تغير اتجاه بسرعة أو تضرب سبرنت فجأة. كل دي حاجات عنيفة محتاج تأهل لها قبل ما تنزل الملعب تاني، وأنا أنصحك إن أنت لو عندك إصابة ولسه ما بدأتش علاج طبيعي ابدأ على طول قبل ما المشكلة تزيد، وممكن تبعت لي لو حابب تبدأ معايا علاج طبيعي.